عيد سعيد ومولد نبوي شريف إن شاء الله، وسنة إن شاء الله على مصر وعلى الدنيا كلها بالخير والسلام والأمان والاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، نحتفل اليوم معا بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد خير الأنام الصادق الوعد الأمين، رحمة الله المهداة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، الذي كان سراجا منيرا ونبراسا هاديا، أضاء الكون بعد ظلمته بخلقه وشمائله. أرسله الله بشرى للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم سواء السبيل وينشر بينهم قيم العدل والمساواة. ولا ينبغي أن يقتصر احتفاؤنا بذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام على مجرد إقامة مظاهر احتفالية، وإنما يجب أن نتدبر في هذه المناسبة سيرته العطرة منذ مولده، مرورا بحياته ورسالته وانتهاء بوفاته. فكل حدث من تلك الأحداث قد ترك تأثيرا كبيرا على البشرية كلها. لقد كان مولد الرسول الكريم بشيرا للناس، وحياته هدى للعالمين، ورسالته دستورا للإنسانية، ووفاته تأكيدا بأنه لن يبقى من بعد موت الإنسان إلا ما قدمت يداه، ولا سيما العمل والأخلاق. وقد كان الرسول بحق أسوة حسنة لنا في جميع ما قدم وأنجز. الحضور الكريم، لننظر إلى أحوالنا اليوم ونسأل أنفسنا هل نحن حقا قد اتبعنا تعليم رسول الله؟ هل تأسينا به خلقا وعملا؟ أين نحن من أخلاقه وصفاته، أوامره ونواهيه؟ لقد أمرنا المصطفى الكريم أن نحسن القول والعمل، أن نأخذ بالأسباب في كل مناحي الحياة، أن نسعى إلى التعليم وأن نعقل الأمور، وأن نتوكل على الله. وبالتالي ينبغي علينا ألا نتواكل اعتمادا على صدفة أو انتظارا لما سيأتي إلينا دون سعي منا. لقد كان خلق رسول الله في كل أحواله علامة مميزة، فهو الصادق الأمين، وهو النبي الهادي، المثال والقدوة الحسنة. امتدحه رب العزة بكلماته، فأثنى على خلقه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا اليوم إلى تلمس هذه الأخلاق، ذلك الصدق وتلك الأمانة، ذلك الصدق وتلك الأمانة. واسمحوا لي أخرج هنا. يا ترى إحنا صادقين في كل أحوالنا، في كل تصرفاتنا، في كل جهد بنعمله، في صدق وفي أمانة صحيح ولا لا؟ وإحنا بنتكلم ما بنتكلمش على خواص الناس، إحنا بنتكلم على عوام الناس. لو كان عوام الناس اتعودت على أن الصدق والأمانة والإخلاص جزء من العادة ومن التقاليد بتاعتنا، كان الغالبية هتبقى عندها ده، كان غالبية الناس هتبقى عندها الصدق والأمانة والإخلاص. لكن عشان نتكلم على أن الموضوع ده موجود في نسبة بسيطة جدا جدا من البشر أو من الناس اللي احنا بنتكلم عليهم، يبقى في عندنا حاجة محتاجة مننا مراجعة وتوقف على ده. واحنا كنا تكلمنا قبل كده عن أهمية الخطاب الديني، وأنا هرجع وأقول إن إحنا مش متحركين في ده. الخطاب الديني الحقيقي، الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. الفكر ده يقدس بينا. هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه، الخطاب الديني اللي نقصده، اللي هو بيتناغم مع عصره. وده التجديد اللي بيتعمل على كل رأس 100 سنة أو أقل يمكن. إزاي إن احنا نعمل، أنا بكلم هنا على أهل الدين والمسؤولين عنه،
لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده. نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إن هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، أنا مش بقول الدين، أنا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين، وأصبح الخروج عليها صعب قوي لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر، هنا أمام رجال وعلماء الدين. والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه. لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقراه بفكر مستنير حقيقي. ده أنت محتاجين تتوقفوا بشدة. وأنا بقول تاني، إحنا محتاجين ثورة دينية. فضيلة الإمام، أنتم مسؤولين أمام الله. الدنيا كلها منتظرة منكم، الدنيا كلها منتظرة كلمتكم، لأن الأمة دي بتمزق، الأمة دي بتدمر، الأمة دي بتضيع، وضياعها بإيدينا إحنا اللي بنضيعها. ذلك الصدق وتلك الأمانة، ولتكن نبراسا لنا في كل أمورنا وأفعالنا. ما أحوجنا ونحن نعيد بناء مصر أن نتأسى بخطوات البشير الهادي في المثابرة والاجتهاد في البناء، في إتقان العمل وأداء الواجب على أكمل وجه فيما نقوم به من مشروعات قومية نعيد من خلالها وضع بلدنا في المكانة المرموقة التي تستحقها بين الأمم، باعتمادنا على سواعدنا وقوتنا وتوحدنا على هدف واحد، وهو بناء وطننا بأيدينا. إن سعينا إلى بناء مصر الجديدة التي نتمناها جميعا، والدأب في العمل مع الإتقان وسرعة الإنجاز له تطبيق أمين لتكليفات نبينا الكريم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأنا برضه اسمحوا لي أتوقف عند إتقان العمل. أنا عايزكم وأنتوا كلكم ماشيين تشوفوا لو في طريق مرصوف، طريق مرصوف، يا ترى مرصوف بشكل جيد ولا لا؟ في الإتقان اللي احنا بنتكلم عليه ده، احنا مش قادرين نشوف حجم عدم الإتقان اللي فيه جزء كبير من عملنا بيتسم بيه. ده عبء ضخم جدا لما يكون في أمة الإتقان مش جزء من تكوينها. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، وقلت إن في الأمة الألمانية مدرسة الإتقان في العالم. يعني أي منتج هيطلعوه العالم في ألمانيا، رغم إن العالم كله بيتقن عمله، لكن دي هتجد الإتقان سمة. بقى عندهم آليات وعندهم نظم تحقق هذا الإتقان، لدرجة إنك أنت مش محتاج تراجع جودة العمل أو المنتج اللي أنت بتتعاقد عليهم معاه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا لو ما كانتش، أنا بقول على بلدنا، مش بتكلم هنا من منظور ديني ولا حاجة، أنا بتكلم حتى من منظور إنساني. لو إحنا ما قدرناش نعمل كل عملنا بإتقان جيد أو أكتر من جيد في ظروفنا الصعبة اللي إحنا فيها دي، إحنا ظروفنا الاقتصادية لا تتحمل إن إحنا نعمل موضوع ثم نعيده مرة تانية وتالتة. ما عندناش ده. إحنا ما أحوجنا إلى الإتقان الحقيقي في كل المناحي. يا ترى إحنا في إتقاننا في التعليم بنعلم ولادنا بشكل جيد؟ بالمناسبة وأنا كنت موجود في الزيارة الأخيرة ديت، فبسألهم عن التعليم، أخباره إيه عندكم؟ فقالوا إحنا بنقدم تعليم لغاية 9 مراحل بالمجان. قلت لهم بس؟ قالوا لي
احنا بندرس دلوقتي